أنا خطيب الست دي، بس هي مسكاني بالسلاسل. هي مقتنعة إن مهاراتها في السيف بقت أقوى وإني ما استاهلهاش، فعايزة تفسخ الخطوبة، واللي حوالينا كلهم بيضحكوا عليا. لكن بمجرد حركة بسيطة من إيديا كسرت السلاسل وسألتها بجد هتنهي اللي بينا. بدل ما تتراجع اتريقت عليا أكتر. اتعصبت لدرجة إني رميت شهادة الجواز على الأرض، بس الكل قال إني ما عنديش حاجة أسيبها. بعدها طلعت سيف أسطوري ووجهته ناحيتي. الكل افتكر إن نهايتي جت، لكني وقفت ضربتها بصباعين بس. اتصدمت وسكتت، بس الكل افتكر إنها ما اجتهدتش كفاية. ومن الغضب طلعت أقوى ضربة عندها عشان توريني، لكن أول ما رخيت إيديا طارت بعيد. صرخت وقالت إني هدفع الثمن ورمت السيف ناحيتي، بس السيف وقف قدامي من غير ما يلمسني. وهي اتصدمت تماما. سألتني إزاي عملت كده، فقلت لها إني المعلم الحقيقي للسيوف. الناس ضحكت وفكروني مجنون، وهي ما صدقتش إني ممكن أكون معلم السيف. فديت أمر والسيف انحنى ليا 3 مرات. الكل اتجمد من الصدمة. قلت لهم أنا معلم السيف، بس برضو أصروا إن ده مستحيل. في اللحظة دي واحد من أتباعي القدامى ظهر. سألوه إذا كنت أنا فعلا معلم السيف، ولما شافني ركع وسلم، بس افتكر إن معلم السيف اختفى من زمان وفكر إني بمثل، وأنا ما كانش عندي نفس أشرح. فقعدت وقلت لهم إن مفيش حد غيري يقدر يتحكم في السيف. التابع ما صدقش وأصر يجرب بنفسه، لكن أول ما قرب السيف نور بنور ذهبي وبقى تقيل بشكل مش طبيعي وما قدرش حتى يشيله. الكل اتصدم. التابع من الإحراج والغضب كان عايز يوريني، لكني لمست سيفه بخفة فتكسر، وبعدين أديته بالقلم فطار بعيد. وفي الآخر رجعت لملابس معلم السيف، والتابع اتشل من الخوف.